كان لكل واحد طريقة الغزة. ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. السلام عليكم. النهاردة قطر بتقدم صورة جميلة جدا للوطن العربي، بتعمل حاجة عظيمة في افتتاح كأس العالم، والأول مرة في التاريخ انه بيتم تلاوة آيات من القرآن الكريم في افتتاح كأس العالم. الحقيقة ان قطر حافظت على الهوية الدينية وعلى ثقافة المجتمع العربي من خلال العروض اللي قدمتها في حفل الافتتاح، وانها مزجت ما بين كرة القدم، مزجت ما بينها وبين الثقافة العربية والهوية العربية علشان توريها للملايين بل المليارات حول العالم اللي بيتابعوا هذا الحدث الكبير من داخل الأراضي العربية. للمرة الأولى في التاريخ إن بيتم قراءة وتلاوة آيات من القرآن الكريم داخل حفل افتتاح كأس العالم. الحقيقة ألف تحية ألف تحية لقطر.